أنا قابلت التحدي لأن دي اتحاد جديد، لعبة جديدة، أحب إن يبقى اسمي فيها كتاريخ لهذا الفريق. إن شاء الله من بكرة في عمل، في تدريب بكرة في مركز شباب الجزيرة، وهبتدي خلال الأسبوع ده أعمل بلان هنعمل إيه خلال الفترة القادمة. ستكون مفاجأة سارة لكل المصريين، يعني لعبة الشعب ولعبة جميلة جدا فيها أهداف كثيرة، وكنا نظمنا كأس عالم في تونس 2017 ونعرف شو أدخلت اللعبة ذي في الأحياء تونس. وانا متاكد ان البطوله العربيه راح تكون متميزه جدا من جميع المستويات التسويقيه وكذلك الحضور الجماهيري، والاكتشاف سيكون مفاجاه ساره لكل المصريين ان شاء الله. قانونها مختلف تماما على كره القدم، تلعب في الملاعب خارج المفتوحه، الملاعب المفتوحه، مقاسات 30 50 6 لاعبين 25 دقيقه كل شوط، يعني التغييرات تنجم تدخل وتخرج يعني زي ما تحب عديد المرات، تنجم تدخل 6 لاعبين وتخرج 6 لاعبين حر في التكتيك سبيشال تكتيك، يعني سيكون صعب جدا على الطرف الفني للمنتخب المصري، لان اللعبه ما هي سهله، يلزمها تقسيط معين في اللياقه البدنيه وفي تكتيك وسط الملعب. اتوقع بطوله ذات مستوى كبير اللي تكون فاتحه وانطلاقه صحيحه للاتحاد العربي، انه نكون نرسي تقاليد بين البلدان العربيه في الميني فوتبول، اللي هي رياضه مش جايه تعوض رياضه الفوتبول التقليديه نتاع الفيفا، وانما هي رياضه مكمله، هي رياضه تتوجه للشباب اللي لا يمارس كره القدم 11. فهذه الميني فوت هي رياضه اخرى تنتمي الى اتحاد دولي مختلف عن الفيفا.